السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزينة أسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم غراتان بالبيض، يعني بالدجاج والخضره. نبداو. اول حاجه راح نوجد هنايا الكريات نتاع الدجاج. واش راح نحتاج فيهم؟ هنا عندي مرت نتاع دجاج صغير طحنته. عندي هنا كميه تاع الرز طيبتها، يعني يقيس كاس هكا ولا تكون شويه كبيره على كميه الدجاج. حبه تاع البيض. هنا عندي لي زيبيس راح ندير الملح، راس الحانوت، فلفل الكحل وشويه سكنجبير. نبدا. اول حاجه راح ندير الدجاج هنايا، نزيد معاه الكميه تاع الرز. الرز هنا يكون طري ماشي. ندير هنا لي زيبيس اللي عندي، فلفل الكحل، راس الحانوت، سكنجبير والملح. نزيد مغرفه كبيره تاع الزيت. وهنا راح نبدا نخلط كما راكم تشوفوا. هنا راح ندير البيض. هنا عندي حبه تاع البيض راح نديرها للمصفى. نزيد مغرفه كبيره تاع مايزينا. انا راح ندير مايزينا، تقدروا ديروا الفرينه ولا لا شابلو. ما عنديش لا شابلو الفرينه، درت مايزينا. دوكا راح نطحنهم في الروب كامل ونعاود نرجع لكم. دوكا هي بعد ما طحنتها كيما راكم تشوفوا، نبدا دوكا نشكل في الدجاج تاعنا. عندي هنا شويه تاع زيت نديرو هنا باش ما يلصقش، ونبدا نكور فيهم بهذه الطريقه. انا راح نشكلهم بهذا الشكل، نحطهم هنا ونكمل كامل الدجاج تاعي بنفس الطريقه. اذا هاهما شكلتهم بهذا الشكل. دوكا راح نبدا نقليهم. نبدا اول حاجه نرمدهم في الفرينه هنايا بهذا الشكل، وراني حاطه الزيت يسخن دوك شويه ونقلي. دوكا راح نوجد لاصوص بيشاميل. هنا اول حاجه في المقله هذه الكسرونه ندير مغرفه كبيره تاع مارغرين، هادو نزيد معاه مغرفه كبيره مايزينا ونخليها تحمص مليح. بعد ما تقلاو مليح راح نزيد لها 2 كيسان تاع حليب، نزيد لها الملح، نكمل نخلطها بهذه الطريقه. نبقاو نحركو فيها حتى يعني تولي لنا كريمه تتقاد شويه. اذا ها هما الدجاج تاعنا بغيت نضرب كما راكم تشوفوا. البيشاميل تاعنا ها هي واجده، خلوها كيما هكا بهذا القوام. هنا عندي بطاطا مقليه، قطعتها على شكل مربعات كما راكم تشوفوا، قليتها ودرت لها شويه تاع الملح. عندي هنا الكورجيت هذه ثاني قطعتها شويه تاع ملح وقليتها. راح نبداو. اشعلت الكوشات سخن وراح نبدا نوجد البلاط تاعنا. عندنا متكاته، ندير طبقه من تحت نتاع بشاميل،
ندير بطاطا مقليه، نزيد الكورجيت، اسكو هكا راح ندير بيشاميل اللي بقات لي راح نديرها من الفوق. عندي هنا نص حبة تاع البيض اللي بقات، راح نزيد معاهم فروماج غابي كيما هاك، نخلط مليح، نديرها من الفوق بهاد الطريقة. كيما راكم تشوفوا دوكا راح ندخل الكاط نتاعي في الكوش يطيب حوالي 10 دقائق ولا غير باش يحمر من الفوق، ونعاود نرجع لكم. هنا هو البلا تاعنا في صحن التقديم، حمرته كيما راكم تشوفوا هكذا من الفوق. هنا المول تاع الكاط جاني شويه كبير، تما الا كان عندكم مول شويه صغير ديروا فيه احسن. راح نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش تجي. فوالا هنا عندكم هذا الدجاج، بصحتكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد وصفة اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.